السلام عليكم. مدربين كتير وخبراء كتير عندهم مشكلة إن كل شهر دايمًا يلاقوا مرّة الrevenue عالي ومرّة الrevenue قليل، مرّة الدنيا تبقى ماشية ومرّة مش عارف حتى تغطي مصاريف الbusiness بتاعك. المشكلة هنا إن ده ممكن تفتكره سوء حظ أو صدفة مش كويسة، المشكلة هنا إن ده نتيجة مباشرة عشان في مشاكل في الsystems أو في الأنظمة بتاعة جذب العملاء، الأنظمة بتاعة البيع، الأنظمة بتاعة الretention وأنظمة الnurturing. بيسبب إن بييجي اللي بنسميه دورة الشبع والجوع، شهر فوق وشهر تحت، وطبعًا ده بيبقى ليه أسباب هنعرفها إن شاء الله في خلال الفيديو ده. أول سبب اللي هو إن أنت بتعتمد على التوصيات والword of mouth. 20% من الناس بس هم اللي بيوصّوا من ال100%، 20% بيوصّوا الناس التانيين إن هم ييجوا يشتروا منّك. فبالنسبة لك برضه حاجة لا يُعتمد عليها، قناة لا يُعتمد عليها، لإن في النهاية أنت 20% بس من العُملا بيوصّوا الناس اللي يعرفوهم إن هم ييجوا يشتروا منّك. تاني حاجة إن دورة البيع بتاعة التوصيات أو الword of mouth بتبقى أطول من القنوات التسويقية التقليدية. دورة البيع في التوصيات بتاخد حوالي 28 يوم، ده معدل، ومقابل حوالي 17 يوم في قنوات التسويق الأونلاين التانية. تاني حاجة إن الدخل كله أو تالت حاجة إن الدخل كله مرتكز على التوصيات، يعني أنت دلوقتي 10% مثلًا من دخلك بيمثلها عميل واحد من اللي جايين لك. تخيل بقى لو 3 عُملا، الموضوع بيبقى أخطر لإن هو معظم دخلك في العُملا دي، لو أنت ما جالكش عُملا الشهر الجاي أو الناس ما وصّتش اللي هم ال20% دول ما وصّوش ناس تانية، فبالتالي أنت عندك مشكلة إنك أنت بتعتمد على الreferrals أو الword of mouth، ودي بتشكِّل مشكلة كبيرة جدًا على الbusiness بتاعك. تاني سبب من الأسباب اللي بتعمل لنا موضوع التقلُّب في الدخل، إن أنت ما بتبقاش شايف خط عملائك المحتملين، ما بيبقاش عندك رؤية واضحة للpipeline بتاعتك، ما عندكش أصلًا يعتبر تنبُّؤ بالدخل، لإن أنت مثلًا ممكن تكون حاطط الموضوع في دماغك، حاطّه في ورقة، مش عامل system، ما فيش نظام واضح للخط ده، تبقى عارف العميل ده مثلًا دخل في مرحلة إن هو حجز. طيب هو دلوقتي هل اتحرّك معايا في الpipeline، هيتحرّك معايا في خط المبيعات؟ لأ، أنا حاططها في دماغي أو كاتبها في ورقة إن فلان أنا حجزت معاه مكالمة، والمكالمة المفروض هو قيمته كذا. لأ، ما فيش نظام واضح أو نظام إن الفريق بتاعك يبُص عليه يفهم إن الراجل ده اتحرّك من هنا لهنا، اتحرّك من خط المبيعات من هنا لهنا، ما فيش نظام واضح، ما فيش أهداف واقعية. بتبدأ إنّك أنت لو أنت عايز توظّف حد بقى أو إنّك أنت عايز تاخد قرار أو توزّع الموارد بتاعتك بشكل بيبقى صعب عليك، لإنّك مش بتبقى شايف الوضع بتاعك الحالي في المبيعات إيه، ما بتبقاش عارف تاخد رَد فعل على الوضع الحالي للعملاء بتوعك في الpipeline. السبب التالت وهو إنك بتشتغل بالمشروع، بتشتغل بالقطعة، ودي مشكلة إن المشروع لمّا بيخلص الدخل بيحصل فيه تقلُّب. أنت شهر معاك مشاريع وشهر تاني مثلًا معاك مشروع واحد، فبالتالي أنت لو عندك مثلًا $10,000 في شهر، في الشهر ده ممكن يبقى معاك $2000 بس. فبتبدأ تشوف بقى أنت مثلًا عندك مشروع ب50,000 مثلًا على شهرين، فأنت عايز 3 مشاريع بنفس الحجم. أنت الفكرة بقى هنا لو فوّتّ شهر، دخلك فيه تقلُّب جامد جدًا، وطبعًا إحنا بنعتمد على إن إحنا عندنا أدوات وعندنا فريق عمل وعندنا حاجات كتيرة بندفع عليها مصاريف للbusiness بتاعنا، فبالتالي مش عايزين موضوع التقلُّب ده يبقى موجود. من أحد الحلول اللي ممكن نحل بيها موضوع إن هو الproject ده يبقى عندنا project by project نشتغل مشروع واحد، إن إحنا يبقى عندنا دخل متكرر، اللي هو الretainer اللي بنقول عليه الretainer أو الاشتراكات الشهرية. بنبدأ إن إحنا ندعو العميل بتاعنا أو العملا بتوعنا اللي كانوا شغالين معانا، إن إحنا نقول لهم والله إحنا هنعمل لكم عملية maintenance أو عملية صيانات شهرية أو عملية مثلًا support للbusiness بتاعكم بأي شكل، بس بموضوع يبقى فيه عملية دخل متكرر. تبيع أداة، تبيع guidelines مثلًا شهريًا، تبيع جلسات، الكلام ده كله بحيث إن أنت يبقى عندك فكرة إن في دخل داخل شهريًا، حتى لو أنت اشتغلت بالمشروع ما يبقاش عندك فكرة التقلُّب حتى لو اشتغلت على مشروع لمشروع. السبب الرابع وإن أنت اللي بتعمل كل حاجة. بالتالي هيبقى هتوصل لمرحلة الانهيار، ليه؟ لإن أنت لمّا تكون قاعد أنت بتبيع وأنت اللي بتسوّق، مش هيبقى عندك وقت تسوّق لمّا تكون بتبيع، التسويق بتاعك هيقف، وده الأهم. أنت دلوقتي العميل اللي بيخش لك ده ممكن إن هو تبيع له على طول. لكن عشان أجيب عميل جديد لازم الموضوع هياخد مثلًا من 30 ل90 يوم، لمّا آجي أبدأ أحط محتوى، لمّا آجي أبدأ أعمل إعلانات، في فترة العملا هيخشوا عليَّ فيها. فأنا لمّا أبدأ إن أنا أركّز في البيع وأنسى التسويق، دي مشكلة كبيرة جدًا، جدًا، هتعمل تقلُّب فظيع في الدخل، لإنك هتركّز
في الحاجة اللي مش بتجيب لك revenue، بس الأساس إن أنت تفضل يبقى عندك تدفق ثابت من العملا شهريًا بيخشوا على الbusiness بتاعك، وتبدأ إنك أنت تعمل عملية البيع. ما ينفعش إن أنت تستنى لحد ما تبقى محتاج عملا، لازم تبدأ إنك تتحرك، تبدأ على الأقل بأول اليوم في التسويق، وبعد كده تشوف عمليات البيع وتركّز فيها، وتركّز في الخدمات اللي أنت بتقدّمها أو الاستشارات اللي أنت بتقدّمها للعملاء الحاليين اللي بيشتغلوا معاك. فمهم جدًا إن أنت ما توقّفش التسويق، لإن هو بياخد وقت عقبال ما يبدأ إن هو يدِر عليك أو يدخّل لك عملا على الbusiness بتاعك. طب ده بقى بيعود علينا بإيه تقلُّب الدخل ده؟ بيضرب أساس النمو. أول حاجة إنك أنت ما بتبقاش قادر تستثمر في الbusiness بتاعك أكتر، أو إنك أنت قادر توظّف، ما أنت أصلًا مش قادر تشوف دخل مستمر. يعني أنت لو بييجي لك مثلًا النهارده 5000، بُكرة ييجي لك 10، بعدها ييجي لك 20، بعد كده ييجي لك ال2000، فأنت مش قادر تشوف رؤية مستقبلية، فمش قادر لا توظّف عُملا ولا إنك تستثمر في الbusiness بتاعك، تفضل بقى عنق الزجاجة، أنت بتفضل عنق الزجاجة، فالنمو بيقف عندها. بعد كده الضغط بيوصّل للانهيار ليه؟ لإن أنت عندك دلوقتي في شهور زي ما قُلنا أنت بتشتغل كويس جدًا، وفي شهور أنت يا عيني ما مش بتلاقي خالص وقت أصلًا لنَفْسك، فبالتالي أنت عندك مشكلة إنّك بتشتغل، طبعًا أنت مش قادر توظّف، فبالتالي أنت بتشتغل للعملا وللتسويق وللبيع، فممكن ده يوصّلك للانهيار وما يخلّيكش تكمّل. العميل لمّا يبدأ يحس إنّك أنت قابل الproject بتاعه بأي سعر، بيبدأ تبقى دي نقطة ضدك في التفاوض، لمّا يحس إنّك أنت عشان طبعًا أنت مش لاقي فلوس للbusiness بتاعك، لإنّك زي ما قُلنا عندنا مشكلة في السيستم عمومًا، فبالتالي لمّا العميل بيحس إن أنت عندك مشاكل ومش حاللها، وبيبدأ يحس إنّك أنت هتشتغل الproject ده بأي سعر، بيبدأ يستخدمها ضدك في التفاوض. مهم جدًا إن إحنا ناخد بالنا إن التكلفة دي فعلًا هتضرب أساس النمو كلّه، مش هتخلّي الbusiness بتاعك أصلًا يكبر. فمهم جدًا إن إحنا نخلّي بالنا من الأسباب اللي إحنا اتكلّمنا عليها. طب إيه الحل طبعًا يعني عشان نشتغل على حاجة زي كده؟ إحنا قُلنا دلوقتي الأسباب اللي بتسبب لنا كده وتكلفتها علينا على الbusiness بتاعنا. طيب في 3 أنظمة بتخلق إن أنت يبقى عندك دخل يمكن التنبؤ بيه، هم 3 حاجات ما فيش غيرهم، وال3 حاجات دول جواهم بيكون السيستم بتاعنا. يعني إحنا دلوقتي عندنا أهم حاجة إن إحنا ننوّع مصادر العُملا. إحنا عندنا بنشتغل على المحتوى، نشتغل على platform واحدة، نشتغل إعلانات برضه على نفس الplatform، نعمل partnerships، نبعت إيميلات، نشغّل بقى system يقعد هو اللي يتحرّك ويجيب العميل ويعمل له nurturing ويبعته لي بس على الsales. يبقى أنا كده عندي أول حاجة مصادر العُملا، مصدر مضمون بحيث إن هو ما يبقاش عندي تقلُّب حتى في مصادر العُملا. بعد كده لوحة الأرقام، دي مهمة جدًا إن أنت بتتابع زي ما قُلنا لمّا اتكلّمنا على السبب التاني، إن أنت ما عندكش مؤشرات شايفها قدّامك، مش عارف تتابع الpipeline بتاعتك، مش عارف تتابع خط المبيعات، العميل دخل إزاي وطلع إزاي، قيمته قد إيه، الكلام ده كلّه مهم جدًا، 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 زي ما إحنا شايفين عدد العملا المحتملين وقيمة الخط، فإحنا مهم جدًا إن إحنا نتابع المؤشرات بتاعتنا، أهم حاجة أرقامنا، نبقى عارفين الشهر ده أنا عملت كذا، دخل لي كذا مثلًا عميل. هاعمل منهم مثلًا كذا، والمفروض إن الشهر الجاي لو أنا احتفظت بيهم وعملت منهم retainer المفروض الشهر الجاي يبقى عندي كذا، فبالتالي بيبقى عندي أرقام واضحة باقدر إن أنا أتنبأ بيها، مش زي ما قُلنا في السبب رقم 2 إن إحنا مش قادرين نتنبأ باللي هيحصل بعد كده، لإن إحنا ما عندناش رؤية واضحة أو نظام واضح للpipeline بتاعتنا أو لخط المبيعات بتاعتنا. تالت حاجة وإن إحنا يبقى إن إحنا نحتفظ بالعملا بوقت أطول، يعني أنا جالي عميل واشتغل معايا. ما اسيبش العميل، لإن معظم العُملا بيسيبونا مش عشان النتايج الضعيفة، بيسيبونا عشان التواصل الضعيف. مهم جدًا تبقى فاهم النقطة دي، إن العميل لمّا هيسيبك معظم العُملا طبعًا مش كلّهم، معظم العُملا بيسيبوك عشان التواصل بتاعك، لو أنت التواصل بتاعك مش على التوقُّع بتاعهم، فبالتالي بيسيبك ويروح للمنافس بشكل مباشر، طبعًا إذا كان عندك منافس، فأنت من أول 90 يوم بقى إنّك أنت تعمل عملية الonboarding تبقى متضبّطة، تعمل معاه reports monthly reports كده، تبدأ تطلع معاه مكالمات، تولّي له تقارير، تورّي له ROI بتاعه، كل الحاجات دي إن هي بتخلّي العميل زي ما قُلنا عشان يعدّي معانا لمرحلة الretainer ويبدأ إن هو هيشتغل معانا شهر ورا التاني ورا التالت، فما بيبقاش عندنا تقلُّب في الدخل. فأنت تخيّل لو أنت عندك مثلًا بيخش لك 10 عُملا كل شهر من المحتوى بتاعك أو الإعلانات بتاعتك، وعندك لوحة باين فيها إن ال10 عُملا أنا نسبة التحويل بتاعتي في المكالمات 25%، فدخل لي 10 عُملا قفّلت منهم مثلًا 3،
ال3 قعدتهم معايا مثلًا أول 90 يوم، ضبّطت الدنيا معاهم كلّها، بعد كده اضطروا إن هم يشتركوا معايا 90 يوم تاني، فبالتالي أنا بقى عندي تنبُّؤ واضح باللي هييجي بعد كده، لو هادخّل 20 عميل هيبقى عندي 6 عُملا، لو هادخّل أكتر هيبقى عندي أكتر، وبالتالي هاخرج بقى من دايرة التنبُّؤ اللي مش واضح بالنسبة لي، وأبقى فاهم العدد اللي أنا هادخّله هيدخّل لي في النهاية دخل قد إيه، فبالتالي إحنا بنينا نظام بيخلق دخل يمكن التنبؤ بيه. عشان بقى نخرج من فكرة تقلُّب الدخل، عشان نفهم إن هو طبعًا هو بيبقى فشل في النظام، مشكلة في النظام ولازم يبقى ليها حل. أنت بتشتغل شهر ممتاز وشهر في الأرض، فإحنا قُلنا الحلول اللي ممكن تساعد إنك يبقى عندك دخل يمكن التنبؤ بيه لسه قايلينهم ال3 حلول. في حاجة تاني نبقى عايزينها في الsystem بتاعنا اللي هي إن أنت يبقى عندك نموذج متكرر، يبقى عندك retainer، عندك نُص ساعة كل يوم للbusiness بتاعك عشان تسوّق وتعمل عملية تطوير، ما يبقاش عندك رَد فعل بس وقت الأزمة، ما تبقاش عارف تعمل إيه. وتالت حاجة إن أنت تخلّي الشغل بس ما يعتمدش عليك، تعمل delegation تخلّي ناس تشتغل معاك. دول ال3 حاجات اللي هتبدأ بيهم في أول 90 يوم في الbusiness بتاعك عشان تبدأ تلاقي business فيه مجهود قابل للتنبؤ بيه. ده بالنسبة لفيديو النهارده، أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا، أشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمة الله.